انتوا ازاي موافقين؟ انتوا ازاي سامحين؟ بوجه كلامي للأبهات والأمهات علشان في ظاهرة منتشرة جدا الفترة دي، وهي إن الشباب بيروحوا لطبيب نفسي علشان خاطر أي مشكلة بسيطة بيواجهوها أو بيتعرضوا ليها، على طول يروحوا لطبيب نفسي. وللأسف إن أي طبيب نفسي بيروحوله بيكتب لهم في أدوية، وهم ما بيكونوش محتاجين للأدوية دي أبدا. في فرق كبير يا جماعة بين الطبيب النفسي اللي بيكتب أدوية وبين المعالج النفسي. الطبيب النفسي دارس الأدوية، وأي حد بيروح له يقول له أنا زهقان ولا عندي شوية اكتئاب على طول بيكتب له دواء، والأدوية دي بتأثر على كمية المخ. الغريب جدا إن الأهالي بيكونوا عارفين وسامحين لولادهم بده. الاضطرابات العقلية غير الاضطرابات الشخصية أو السلوكية. الاضطرابات العقلية اللي بتكون محتاجة أدوية هم كذا نوع من أنواع الاضطرابات، ونادرا لما بتكون موجودة ما بين الشباب دي. يا جماعة خلوا فيه مراعية شوية لصحة ولادكم. مش ابنك يقولك أنا مخنوق أنا زهقان أنا هروح لدكتور نفسي أو طبيب نفسي توافقيه، يقولك الدكتور كتب لي أدوية توافقي إن بنتك أو ابنك تاخد أدوية بتلعب على كمية المخ. لو مش شايفة التأثير ده عليها دلوقتي، التأثير ده هيبان قدام. أنا مش قادرة فعلا أصدق إن أنا بشوف حواليا شباب واخدينها موضة، واخدينها دلع، واخدينها رفاهية. مش كده يا جماعة. خافوا على صحة ولادكم شوية وركزوا معاهم شوية. مش أي حد يجي يقولك أصل أنا صحابي كلهم بيروحوا توافقي. يعني يا ريت نركز مع ولادنا ونخاف عليهم ونخاف على صحتهم أكتر من كده.